سلام حراري، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح ومرحبا بالكل في فيديو جديد من حلويات برستيج واقتصادية. رانا في موسم الافراح وديما نحوسوا على حلوى تجمع بين الفخامة والذوق، واليوم ان شاء الله راح نشارككم طريقة عمل صابلي برستيج بذوق الليمون المنعش والكرانشي لمحبي الليمون وبدون شوكولا، يعني لانه كانوا بزاف طلبوا مني حلويات بدون شوكولا خاصة مع الصيف السخانة، والكاطو هذا راهو حاكم الطريق يعني باش نتفاداو هذاك التغنجيق. واذا كنت تاني حابة حاجة مميزة بتمن نجاح تفرح لك ولادك تحمر لك وجهك قدام ضيافك توالم بزاف حفلات الباك والبية والتخرج، حاوليك هاد الكاطو يذوب في الفم خفيف مع كلاصاج هايل ما يبسش. وكما العادة راح نفتح معكم حبة لهنا مازال ما نشفش هذاك تزيين، يعني الغراء الغذائي مازال ما نشفش. وراكم تشوفوا لهنا انا قاعده نقص مانيش حابه الحبه تتفتت، شوفوا يعني يذوب ذوبان في الفم، يعني الطبقه هذيك الوسطانيه تاع الكرنشي هايله. شوفوا ديروه عينيكم مغمضين. راح نعطيكم الطريقه من العجينه حتى للتزيين. نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل صلاه وازكى تسليم. اول حاجه اللي انا عندي 250 غرام تاع مرقرين بدرجه حراره الغرفه، زدت عليها رشه تاع الملح، ونزيد نص كاس نتاع سكر واقل شويه لانه من بعد باش ما يجيناش حلو راح نديرو الكلاصاج والكرانشي وكريمه الزبده، يعني باش ما يجيناش حلو ياسر نقصو قد ما حبيتو. هنا السكر لازم هكا نغربلوه باش نحيو هذوك الحبيبات. راح نزيد ثاني بيضة كاملة وصفر تاع بيضة، طبعا راح يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. نزيد ثاني المنكه، لهنا المنكه راح نستعمل نوعين، ديما اللافاني هذه السائلة نزيدها مع البيض فوق البيض باش ما تجينيش ريحة البيض هذيك، وزدت نص كاس تاع زيت، نص اقل من نص بشوية. ولهنا لافاني هذيك اللي زدتها البيضة ملعقة صغيرة هذيك راهي لافاني تاع الليمون، يعني هايلة هايلة لافاني تاع الليمون ماهيش لافاني العادية. شغل منكه تاع الليمون وهايلة يعني ريحتها واش نقول لكم. كي شريت منها شريت ب20 ألف كمية مليحة. شتو كي ديروها تدخلوا الكوزينة الريحة كامل قارص انتعاش. المهم حكمت هذوك كامل المكونات طلعتهم بالباطور مليح حتى تحصلت على لون فاتح وقوام كريمي وخفيف. هيا من بعد زدت لهم هذاك النص كاس هذاك تاع النشا ولا المايزينا. في الحقيقة هو تقريبا كاس غربة، مهم وصلوا للخط هذاك وخلاص، تحبوا تنقصوا ثاني نقصوا. نشا هذول المايزينا يعطيكم قرمشة مليحة ويعطيكم تاني خفة وهشاشة. من بعد ما نلوح هذاك النشا نخلط خلطة خفيفة بالباطور باش ما تجيناش الاخر العجينة معجنة وثقيلة وما تجيناش يابسة ثاني، لانه يبسها خلطة خفيفة برك وخلاص غير يندمج. من بعد بديت نزيد الفرينة، زدت شوي فرينة وبين الفرينة هذيك راح نزيد كمية تاع خميرة الحلويات اللي هي كيس الوزن تاعو 10 غرام. فرينة ثاني لازم تغربلوها باش تنحيو منها الشوائب، راكم شفتوا واش لقيت فيها. المهم نبدا نزيد الفرينة هذيك بالتدريج. شوفوا مانيش حابه نمدلكم بالكاس باش ما تقيدوش، هكا باش تعلموا مليح زيدوا عينكم ميزانكم، زيدوا غير بالتدريج بشوي حتى تحصلوا على عجينه يعني تكون طريه بهذا الشكل، يعني تكون عجينه الصابلي العاديه ما تكونش يابسه ياسر، تكون حاكمه روحها وفي نفس الوقت طريه وما تلصقش. من بعد فتحت العجينة بين زوج أكياس بلاستيكية، فتحتها بالسمك اللي نحبو أنا لتحت، الكيس التحتاني هذاك درت شوية ما باش ما يزغدش وطبعته بهذا المول السداسي هذا، أطبعه بالشكل اللي حبيته. أيا وكنت مشعل الفرن على درجة حرارة 170 هكذاك، 160 170 درجة حرارة، يعني تكون هادئة ريحة المتوسطة بشوي. شعلت من تحت. بعد ما طبعته وسخن هذاك الفور حطيته حطيته هذا في البلاطو، الأحسن يكون مفروش بورق الخبز، ودخلته للفرن حتى نطاب. كاين حبات حمرو من تحت وكاين حبات يعني طابو عادي. لهنا نجيو لكريمة الزبدة. حطيت 500 غرام تاع زبدة طلعتها مليح وحدها
بلا والو، طلعتها مليح بالباتور ولا بالبيتخا. زدتلها كاس ونص تاع سكر ناعم، ونص كاس نتاع كريم شانتيي اون بودر، وملعقه تاع واش اسمو تاع الملون باش تجي بيضة ومليحه. ونعاود نطلعها مليح مليح حتى يعني تحصل على هذا القوام، يعني تكون حاكمه روحها مليح وتحسوها تقالت. ويعني بهذا الشكل شوفوا كيفاش بيضة ورطبة. خلاص لهنا كملت. وجيت نحيت منها شوية برك، ما درتهاش كاملة، نحيت منها شوية ودرت لها المنكه هذاك البودرة هذاك تاع الليمون. وجيت لهنا حشيت بها الحبات نتاع الصابلي تاعي. راكم تشوفوا ما كثرتش يعني باش ما يجينيش كيما نقولوا ميدم ياسر. هيا من بعد حشيته بالكرانشي، هذا هو الكرانشي. يعني شوفوا باش نكون صريحة معكم، الكرانشي راني شريت بواط يعني زوج تاعي كي شرا بلارة صغيرة ب50 ألف، يعني ما تكفينيش. وليت عاود خدمت كرانشي منزلي وخلطها مع بعضهم هكا باش نزكيه ويجيني كيما نقولوا القوبنين. وما صورتوش برك يعني باش نشاركه معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين، نشارك معكم كلش. هيا هكذاك باش ما يجيش الفيديو طويل ياسر. مهم لهنا الحبات حطيتهم فوق بعضهم برك، من بعد زيرتهم مليح شغل ديروا ليجيرمون باش ما يتكسروا لكمش الحبات. بعد ما زيرتهم نحيت لهم الفائض هذاك تاع الزبده اللي يجي على الجوانب تاع كريمه الزبده، ورجعت حطيتهم في الثلاجة باش يحكموا رواحهم. هيا ورحت حضرت هذا الكلاصاج وش فيه. شوفوا درت عصير ليمون، درت كيلو بالكيلة اللي حبيتوها، ودرت كيلة ماء. في مكان الحليب درت الماء عادي يعني الماء تاع السعيدة كيما نقولوا، ماء معدني مشري، ما ديروش تاع العين باش يدوم لكم ياسر وما يفزدش. هكذا اللي تعود في المنزل ماهيش مسافرة بالحلوى تاعها وماهيش مطولة باش تقدمها، دير الحليب عادي. انا باش ما يفزدليش الكلاصاج وباش ما يديرش الريحة اللي مش مليحة درت الماء. من بعد درت كيلة نتاع واش اسمه كيلة تاع زيت، ودرت لافاني هكا باش تنحي لنا ريحة الزيت. ودرت تاني هذاك المنكه تاع الليمون، يعني كيما قلت لكم هايل هايل. والملون درت ملعقة هكا عينكم ميزانكم، انا درت ملعقة تقريبا كبيرة. شوفوا خلطوا شوية برك ومن بعد ابداو زيدوا السكر. انا السكر لهنا قاعدة نزيدو نخلط حتى استعملت 2 ساشيات ونص. دوكا نعطيلكم القوام تاعو. القوام تاعو انا ما نحبش الكلاصاج يجي كيما نقولوا خاطر ياسر هكا باش ما يجيش الكاطو حلو. انا درته بالقوام هذا. هنا كان هز لي 2 ساشيات يعني تقريبا كيلو و400 غرام تاع سكر. ومن بعد زدت له نص، يعني جاني شغل يجي شفاف. هيا زدت له هذاك النص ولا كيما نقولوا هز لي زوج هذو كيما راكم تشوفوا، وزدت له نص. هيا من بعد رحت قلاصيت تاني الحبات اللي انا حطيت الكيس لصقوه بالماء ملتح، ديروا شوي ماء برك وحطوه راح يلصق. حطوا الحبات تاعكم وقلاصيهم عادي كيما نقلاصيو اي حلوى. هذه طريقتي في الكلاصاج كيما نقولوا بالمغرف سكو. عندي واحدة صغيرة اللي راكم تشوفوا فيها نكلاصي كيما هكا باش نقيس على الجوانب كامل، وكي نكمل ندور عليهم كامل اونكا او يعني يكونوا حبات هكا ما تغطاوش. خليتهم ينشفوا. لهنا تزيين راني درتو قبل، درتو بعجينة السكر وبهذا الطابع خدمت كمية مليحة، ويعني قد عدد الحبات اللي راني حابتهم. انا خدمت تقريبا واحد 90 حبة هكاك، لكن صورت معاكم نصف الكمية هكذا. صورت معاكم نصف الكمية كي كملت طيبت هذيك العجينة، وليت خدمت واحدة أخرى لهليه بالآخر بوش اسمها 250 غرام أخرى تاع مارغرين، يعني 90 حبة هذه ب500 غرام تاع مارغرين. المهم دوكا نرجعو على التزيين استعملوا الطريقة هذه راح تجيكم سهلة وما تقلقكمش ياسر، خاصة اللي ما عندهاش لا باسيونس. كما قلت لكم انا التزيين هذا درته هو الاول لانه يحكم ليد.
كملت الحبات اللي نحتاجهم هكذا وخليتهم يشيحوا مليح. عجينة السكر باش تزينو بها لازم تخليوها تقريبا 24 ساعة حتى ل48 ساعة تشيح مليح باش تزينو بها. هنا نرجعو للتزيين تاع الكتب درت مستطيلات برك هكا، حليت العجينة عادي بالسمك اللي تحبوه، درت مستطيلات قصيتهم وخليتهم نشفو، واستعملت هذا الطابع ولا المول تاع الارابيسكا. هذا المول يعني واحد الوقت يعني كانوا كامل شريناه، كان طوندونس. هيا قلت علاه ما نستغلوش، يعني تعود عندنا حاجة ماشي من المعقول أن نشريو كيما نقولوا طابع ولا مول نخدمو به حلبة واحدة طوندونس ونخليوه يطيش. لا قلت أنا نستعمل لي مول اللي عندي. هيا وجبت عجينة بأي لون تحبوه. بما أنه هاد الحلوى البنت أختي في النجاح نتاعها في حفلة النجاح والتام نتاعها دايرته في الدوغي واللارجون. هيا وليت درت وانا بالاصفر، خاصة انه الحلوى بذوق الليمون. طبعت هادو طبعتهم، وديما استعدوا بالنشا. انا العجينة السكر تاعي راني نحطها في كي نخدمها نحطها في الكونجيلاتور، من بعد كي نجبدها نخليها تدي كلاصة برك راح تعود شغل جديدة. هذاك وين خدمتها بصح واش هي لازم كيما نقولوا نعاون بالنشا برك. هنا بعد ما طبعت هذيك العجينة نديروها شوية رقيقة، نديروهاش خشينة ياسر. راح نستغل هذاك النقشة تاعها، هذيك راح نستغلها في الكتاب. تحبوا ديروا النقشة على الكتاب كامل، تحبوا ديروا نص نص. انا دركا مانيش حابة نديرها كيما نقولوا على الكتاب كامل، حنديرها على النص شغل مجلد. ونغلفه بالطريقة اللي شفتوها، نلصقوه بالغراء الغذائي اللي هو مخدوم من تايلوز وشوية ما خلطوهم برك راح يعطيكم الغراء الغذائي. هذا هو شكله النهائي. راكم تشوفوا ضفاري كامل مبهدلين من لي كولورون هذو. لي كولورون اللي نستعملهم اللي استعملتهم في الفيديو اللي فات يعني هايلين. دوكا هذا التزيين الاول، نروحوا للتزيين الثاني. شوفوا كملت الحبات كيما هاك. شوفوا كنت درت خدمت الاولين خدمتهم سامبل، ومن بعد جاني في راسي التزيين هذا زينتهم بهذه الطريقه. وهادو السامبل اللي خدمتهم ديجا راهم يابسين، ما حبيتش نخليهم هكاك، وليت خدمت لهم هاد الشهاده وراح نشاركها معكم. الشهادة هذه كيفاش ديروها؟ ديروا شريط بالسمك اللي تحبوه. شوفوا ديروها رقيقة برك، وجيبوا هذاك الكيردون. سيو كيما نقولوا تلويو هذاك الاول الطرف تاعو الاول هذاك على الكيردون، من بعد راح يجيكم ساهل هكا تدوروا برك خلاص. واقرصوها شوية برك في الوسط هكا باش تبان شغل هكا مربوطة. ولا اللي ما تعودش عندها لا باسيونس تجي لاخر هكا على اي حافة تاع طاولة ولا وتدور بهذا الشكل هكذا راح يجيها ساهل. تساعد بالكوردون هذا ما كان راهي سهلة خلاص. شوفوا صح التزيين هذا يحكم شوية وقت ولازم الصبر، بصح يجي هايل كما قلت لكم. اقرصوها كما هك قلت لكم يجي هايل، وديروها الافونس يعني وجدوها قبل. هما واجدين خليتهم ينشفوا مليح. بعد ما نشفوا مليح جبت الناكخي دوغي هذا الملمع الذهبي، زدت له شويه سائل مذيب خلطتهم، تحصلت على القوام اللي راني حباته. وحطيت الحواف تاع الكتب بهذا الشكل، لكن قاعد شويه يسيل. هيا جو شغل مغنشقين. وليت دوكا نعطيكم طريقه
اللي درتها باش يجيوني مفينين مليح مليح. هيا هادوك اللي درت لهم النقشة والزخرفة زعما. لونتهم بهاد الطريقة غير بصبعي برك ولا بالبانسو. البانسو رقدوه برك، يعني لازمتكم ترقدوه باش ما يزين لكم غير الزخرفة الفوقانية. وهذه هي احسن طريقة يعني باش ما يجيوكمش مغنجقين. شوفوا تجيكم لا فينيسيون هايلة، شغل مخدوم بالريشة. غير بصباعكم برك جيبوا شغل نقعوا صباعكم هكا فوتوهم على الحواف. كي تحبوهم خشن كيما نقولوا زيروا صباعكم برك، كي تحبوهم رقاق غير فوتوا راح يتلونوا. انا للاسف يعني وسمحوا لي جا شويه مغنجق لاني من المغرب ما نشوفش مليح، من المغرب والدلهيه ما نشوفش مليح، وتحتمت اني نخدم في الليل، ما نحبش نخدم في الليل. هيا مع مزروبه والاخر كيما نقولوا هكا جاو شويه مغنجقين لكن لاباس ماشي اسو بوان. وكملتهم خليتهم ينشفوا مليح مليح وزينت بهم. الكتب كنت وجدتهم بعجينة الشوكولا، لكن كي حطيتها في الكونجيلاتور وخرجتها يعني شوفوا كيفاش كامل تعوجوا، يعني ما تصلحش مهما كي تسافر به الحلوى راح يذوبوا راح يفسدوا. ايا وليت عاودت كلش بعجينة السكر. ومن بعد كي كملت رجعت لهذوك هذو تاع هادو اللي خدمتهم لي بياس هادو الاولين، عاودت زينتهم ثاني لونتهم بالناكخي دوغي. هنا خليت للصباح قلت الصباح نكمل خير باش ما كان له نكمل عليهم وخليتهم نشفوا. شتو قريب ننزلكم المقطع هذا. جبت هذوك اللي يغلقوا بهم الساشيات، شغل هذاك السيلان ويجي بالدوغي راكم تعرفوهم كامل. هما جايين خشان شويه وليت نحيت لهم الجوانب نتاعهم. شوفوا في الشهادات كامل هذو استعملت واحد الثلاثة برك ولا 4 ماشي حاجة، قصيتهم كيما هكا. من بعد جبت طرف صغير هكذا وراح نلويه على الشهادة شغل مربوطة. يعني تحتاج شوية لاباسيونس، لكن كي تعودوا كيما نقولوا توجدوهم الافونس يعني ما يتعبوكمش وتخدموا غير الاولين برك، الاولين وبعد تمشي يدكم خلاص يعني ما يعودش يتعبكم صاي. وشوفوا اللي تعود عندها لاباسيونس شتو هاد الخدمة تاع الكتب هذيك تعود حصرية وما كانش يعني تتباع في الحوانت وما يخدموهمش الناس كامل، يعني راح ديروا بهم مشروع هايل. مع هذو الوقت هذا مطلوبين بكثرة يعني وحاجة جديدة وما كانش. أنا قلت لكم تزيين حصري تقدروا تهزوا الفكرة وتخدموا بها يعني هكا ديروا بها مشروع صغير. تخدموا الحلوجيات ولا تتفاهموا مع اللي يبيع مستلزمات الحلويات تخدموا له يبيع لكم، ولا تخدموا لي تبيعوا له هو يبيع. وراني شفتهم يعني ما عندهم حتى معنى يجيبوا عجينة سكر يديروها في مول سيليكون، طابع سيليكون هذاك يغنجقوها شوية بالدوغي وخلاص. وتجي الحبة بالفين، هنا تقدروا تديروا الحبة حتى ب3000 ولا راح تخرجكم بالبيان يعني وهايلة. اعطوني رايكم فيها واسكو مشروع يمشي ولا لا. انا نقول يمشي وانتم جربوا ماكم خاسرين والو. تو قاعده في الدار كيما هكا ماذا بها يعني هكا تدخل مصروفه وتعاون روحها وتلهي روحها يعني. وهذه هي وصفه اليوم، هذه هي حلوه اليوم التزيين اليوم. ان شاء الله يعجبكم، خليوا لي اراءكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ملاقات الخير ان شاء الله، والسلام.